السماعه دي خدت شهره كبيره جدا بصفتها احسن سماعات جيمنج بسعر معقول، وقبل ما اشتريها سمعت كلام كتير عنها زي ان هي احسن سماعات للجيمنج وهتكون مناسبه للمونتاج برضه، ولكن بعد تجربه حوالي 6 شهور هل الكلام ده طلع صح؟ وهل في مبرر لسعرها اصلا؟ الظروف اللي احنا عايشين فيها دلوقتي بتخلي استخدام الانترنت والتكنولوجيا عموما غير امن على الاطفال، وخصوصا بعد ما السمارت فون بقى موجود مع كل طفل دلوقتي، وعشان كده لازم تبقى واخد بالك كويس قوي من ولادك وعارفهم بيستخدموا الاجهزه دي ازاي. سبونسر الحلقه دي هو موني ماستر، وده ابلكيشن متخصص في الرقابه الابويه بيديك فول اكسس على موبايلات ولادك سواء كانت اندرويد او اي او اس. هتدخل الموقع وتدوس تراي ات ناو، وبعد ما تسجل دخول هتدوس على سيت اب، وبعد كده هيظهر لك اللينك اللي هتكتبه وتحمله على موبايل ابنك، هتنزله بعد كده تسطبه عادي زي ابلكيشن، وبعد ما يفتح هتحط الميل اللي انت كنت مسجل بيه على الويب سايت، بعد كده اسم الطفل وعمره، وبعد كده هتقبل كل الاذونات. هو الموضوع هيطول شويه بس ده عشان يديلك فول اكسس على الموبايل. بعد كده هتدوس ستارت مونيتورنج وكده هتبقى خلصت. ودلوقتي الاب بيختفي تماما من على الموبايل وبيكون موجود في الابس باسم سيستم ابديت سيرفيس. لو رجعنا بقى للديسكتوب فهتلاقي كلمه داشبورد مكان سيت اب، ولما تدخل هيظهر لك كل بيانات الفون عندك، تقدر تشوف سجل المكالمات وجهات الاتصال كلها، كمان تقدر تشوف كل المواقع اللي ابنك بيسرش عنها، وطبعا تقدر توصل لكل الصور والفيديوهات اللي موجوده على الفون. تقدر تعرف موقع ابنك بالظبط في الوقت الحالي، واقوى ميزه بقى في الابلكيشن ده ان انت تقدر تحدد لابنك مساحه جغرافيه ما يطلعش عنها، ولو طلع بيوصل لك اشعار على تليفونك. برضو تقدر تسجل كل المكالمات اللي بتحصل على الموبايل وتاخد سكرين شوت لايف او صوره بالكاميرا. موني ماستر عاملين عروض كبيره دلوقتي، لينك الموقع في الديسكريبشن وفي اول كومنت. لو خايف على اولادك سجل دلوقتي واستفيد بالعرض، واهم حاجه ما تستخدموش استخدامات شمال. قبل اي حاجه لازم تبقى عارف ان السماعه دي نزلت سنه 2015، يعني دلوقتي بقى لها حوالي 8 سنين في السوق، ولكن سنه 2019 الشركه عملت شويه تغييرات ونزلت السماعه تاني بتغييرات في التصميم ومحتويات العلبه، وحسب ما قريت فالمفروض ان جوده الصوت والمايك زادت، ولكن لو ناوي تشتريها لازم تخلي بالك لان النسخه القديمه لسه بتتباع والاثنين بنفس السعر. العلبه بيجي فيها المانوال واثنين اير كاشنز تانيين غير اللي راكبين على السماعه وهنتكلم عليهم قدام. كمان بيجي معاها كارت صوت بكابل يو اس بي، وده اللي بيديلك مميزات كتير ويعتبر من نقط قوه السماعه. السماعات تصميمها جامد جدا الصراحه، بيجي الفريم بتاعها من الالومنيوم وراكب عليه بلاستيك، الكواليتي بتاعه عالي جدا. وحاجه من الحاجات اللي خلت السماعات دي مشهوره لحد دلوقتي هي جوده التصنيع بتاعتها، واللي ممكن تخليها تعيش لسنين طويله معاك. اللون اللي معايا ده الاسود في رمادي، وفي منها لون تاني اسود في احمر. وزنها مش كبير حوالي 320 جرام، وده بيخليها خفيفه وما تحسش ان انت لابسها، ومن فوق كده طريه علشان تريح دماغك وانت لابسها، وكمان بتاخد ودنك كلها، يعني مش بتبقى فوق ودنك، لا هي بتبقى ودنك جواها. ولكن بقى النقطه المهمه ان انا تجربتي مع السماعه ما كانتش مريحه خالص. هي طريه على دماغي خفيفه وكل حاجه، بس حاسسها ضغط على وداني طول الوقت، رغم ان كل المراجعات اللي شفتها للسماعه دي بيقولوا انها مريحه وممكن تستعملها لفترات طويله عادي. ولكن انا بنقل تجربتي الشخصيه، انا دماغي مش كبيره يعني، بس انا اغلب السماعات اللي بلبسها مش بتريحني، مش عارف ليه. وحاجه كمان مهمه نسيت اقولها لك، ان الاير كاشنز اللي بتيجي من القماش دي اريح بكتير قوي من الجلد، بس عيبها ان هي بتسرب صوت شويه، لان لو حد قاعد جنبك هيسمع اللي انت بتسمعه، وكمان ما بتعزلش الصوت زي الجلد. ولكن انت لو قاعد في مكان فاضي او مكان هادي مش هيفرق معاك الكلام ده. كارت الصوت اللي بيجي مع السماعه لما بتستخدمه بيفصل كارت الصوت الداخلي اللي في الجهاز عندك وبيشتغل على كارت صوت السماعه، يعني الصوت بيتم معالجته من خلال الكارت ده. بيجي فيه كنترولز ممكن تعلي الصوت او توطيه، او تعلي صوت المايك برده وتوطيه، وممكن تعمل ميوت للمايك منه، وكمان تقدر تشغل فيرتشوال سراوند ساوند 7.1، ودي ميزه في ناس كتير قوي بتشتري السماعه دي علشانها. ده الصوت المحيطي، وباختصار الصوت المحيطي ده تقنيه سوفت وير بتبقى موجوده في السماعات دي، بتحكي لك اكن الصوت جاي من اتجاهات مختلفه، سواء من قدام من ورا من فوق من يمين شمال كده. ولكن لازم تعرف ان التقنيه دي عشان تشتغل سليمه لازم اللعبه تكون مصممه اصلا بتدعم النوعيه دي من الاصوات، لان لقيت ناس كتير بتقول ان التقنيه دي مالهاش لازمه وبتبوظ الصوت. برضو واجب الذكر ان السماعه دي ممكن تشتغل مع اي جهاز تاني، فون، بلاي ستيشن، اي حاجه، ولكن مش هتعرف تستعمل كارت الصوت، هتستخدمها عن طريق الاي او اكس، وده هيوقف الفيرتشوال سراوند ساوند. ولكن هيفضل الصوت برضو كويس. انا بصراحه جربت استخدمها على الموبايل، انا بسمع بيها يعني اغاني على الموبايل، مش بستخدمها في اللعب لان انا ما بلعبش على الموبايل. صوتها كان كويس ولكن واطي حاجه بسيطه عن بتاع الكمبيوتر. على ذكر الصوت بقى، فدي الحاجه اللي صدمتني في السماعه دي. هو صعب اوصل لك التجربه من غير ما تسمع بنفسك، ولكن انا هحاول. بصراحه انا قبل ما اشتري السماعات دي قلت بقى اكيد هشتري سماعه ب 2000 جنيه، اكيد صوتها هيبقى جامد وحاجه انا عمري ما سمعتهاش قبل كده، ولكن حسيت باحباط اول ما سمعتها. هو الصوت كويس بس مش مبهر زي ما انا كنت متوقع. اللي لاحظته ان طول ما الصوت مش عالي بيكون البيز عالي، ولما تعلي الصوت على الاخر هتلاقي الميدز بقت عاليه قوي، وزي ما يكون في صدى صوت بسيط كده في السماعه، اكن الصوت بقى رفيع كده او في حاجه غريبه. بصراحه هي كانت ممتازه في الجيمز، البيز العالي ده بيدخلك في الاجواء وبتسمع صوت الانفجارات وخطوات الرجلين وضرب النار والحاجات دي كويس. فهي بصراحه كانت كويسه في الالعاب. المايك برده بتاع السماعات مقبول وينفع تركبه
وتركبه وتفكه. هجرب المايك دلوقتي علشان تسمعه بنفسك. الو 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 1 2 3. ده الصوت بتاع المايك، بسجله من على التليفون بالمايك بتاع السماعه يعني، من غير اي تعديلات ولا اي فلاتر. حتى في دلوقتي شويه دوشه بره، ممكن ده يعني ايه نختبر بيه النويز كانسليشن وكده. مايك السماعات دي مناسب للشات او لو هتتكلم مع حد وانت بتلعب او كده، مش اكتر. صوته مكتوم شويه وواطي، فلازم يفضل قريب من بقك، والمفروض برده ان هو فيه نويز كانسليشن، وهو بصراحه يعني كويس، ما كانش بيلقط ضوضاء من حواليه وكده. الخلاصه السماعه دي فيها مميزات كتيره قوي ممكن تخليك تشتريها زي 7.1 وجوده الخامات العاليه جدا، ولكن كصوت خام فهي مش احسن حاجه. بسعر قريب منها ممكن تشتري الكلاود الفا، ودي صوتها احسن بفرق ملحوظ. بصراحه ما انصحش بيها غير لكل اهتماماته جيمنج ومحتاج حاجه تستحمل معاه الخبط والرزع. السماعه دلوقتي سعرها في مصر وصل ل 3500 جنيه او حوالي $100، وهسيب لك اللينك بتاع الشراء بتاعها تحت في الكومنتات. ولو انت بره مصر تقدر تجيبها ارخص من $100 بحبه حلوين. لو عندك بقى تجربه مع السماعات دي يا ريت تقول لي واجهتك نفس المشكله بتاعت الراحه ولا انا بس بيحصل لي كده، ولو عندك تجربه مع اي نوع تاني اكتب اسمه وقول لنا تجربتك معاه لعل حد يستفيد. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو عندك اي تعليق او استفسار سيبه لي في كومنت وهرد عليه. وصحيح ميزه الانتساب بقت موجوده دلوقتي في القناه، فلو حابب تدعمني انتسب. كان معاكم يوسف، اشوف الشوك على خير، مع السلامه.